عرفنا كده اول خطوتين اللي هو الانالايز ذا ترانزاكشن، ازاي نحلل الترانزاكشن وتاثيره على الاكاونتنج ايكويشن، وبعد كده عرفنا الجورنال. النهارده بقى هنعرف ازاي نرحل الداتا من الجورنال للليدجر، نعمل بوست من الجورنال للليدجر، دي اسمها بوست، عمليه ترحيل البيانات. The entries the entire group of accounts، مجموعة الحسابات maintained by account is ledger. يبقى مجموعة الحسابات بتتسمى ايه؟ يبقى عندنا individual assets account، عندنا equipment، عندنا land، عندنا supplies، عندنا ledger للكاش، عندنا لكل حساب من دول حساب ledger. لكل حساب الايكويبمنت اللي احنا عملناها في القيد لها حساب ليدجر، اللاند لها حساب ليدجر، السبلايز لها حساب ليدجر، الكاش له حساب ليدجر، وهكذا. كمان اللايبيليتي، كمان الاونرز ايكويتي، الاونرز كابيتال، عندنا سالاريز اند ويجز اكسبنس ريفينيو دروينج كابيتال، كل واحد من دول ليه اكونتس بيبل، سالاريز بيبل، انترست بيبل، نوتس بيبل، اي بيبل يبقى فلوس على التزام، فيعتبر كل واحده منهم ليها حساب لوحده، كل حاجه منفصله. The ledger provide the balance in each of the accounts. يبقى الليدجر بيعرفك كل حساب فيه بالانس كام، فيه رصيد كام، يعني الديبت بيزيد عن الكريدت قد ايه، او الكريدت بيزيد عن الديبت قد ايه. of the accounts as well as keeps track، وكمان بيفضل ماشي على track of change on the balance in this balance. بيقول لك اي حركه هتعملها في الجورنال هتاثر ازاي على البالانس ده، هتاثر ازاي على الرصيد ده. يبقى انت لو عملت جورنال هيقوم مأثر ازاي على الرصيد ده، ده بيظهر عندك في الحساب الاستاذ او الليدجر، حساب الليدجر. الستاندرد فورم اوف اكاونت، عندنا بقى الحاجه البروفيشنال اكتر، بنحط الديت، التاريخ بيترحل منين؟ من الجورنال، يعني التاريخ ده بيتنقل اوتوماتيك. الاكسبلانيشن اللي انت كتبته في الجورنال بيترحل برضه هنا اوتوماتيك. بعد كده الريفرنس اللي هو رقم القيد، الديبت اللي هو بيترحل برضه منين؟ من الجورنال، يبقى انت لو رحت جورنال في جون واحد هتلاقي فيه قيد ب 25,000، هتلاقيه كده. لو رحت في جون 2 هتلاقي في قيد تاني صرف للكاش ب 8000، هتلاقي قيد كده في فردة منه كاش خاصة بالكاش ب 8000، وهكذا. هتلاقي كل قيد في فردة خاصة بالكاش هتلاقيها موجودة هنا بقى في الليدجر. طب الفردة التانية بتبقى في حساب تاني، يعني الكاش مثلا مع السبلايز، فالسبلايز هتبقى في حساب تاني. خلاص يبقى انا عرفت ان السبلايز في حساب تاني، انما ده خاص بالكاش فقط، بالكاش بس. فالكاش زاد ونقص، زاد وزاد وبعدين نقص. طب ده الرصيد اهو، زاد ب 25 بقى 25، ناقص ب 8، ال 25 ناقص 8 17، زاد ب 4 200 بقى 21 200، وهكذا. يبقى انا عندي وضح لي ايه اللي حصل على الكاش، ده اسمه ledger account، this form is called a 3 column form of account. بنسمي الفورمه دي اسمها ايه؟ 3 column form of account. يعني ايه 3 form؟ اللي هو الديبت والكريدت والبالانس، دي اهم حاجه. it has 3 money columns، اللي هو الديبت والكريدت and balance، اللي هو 3 column form of account. the balance in the accounts is determined. يبقى البالانس عباره عن ايه؟ after each transaction. البالانس ده بيجي بعد كل معامله، كل حاجه بتحصل. زاد حاجه حصلت اثر على الكاش، اثر على البالانس، نقص حاجه ثانيه اثر على البالانس تاني، وهكذا.